اليوم المود الصراحة هندي، فبسوي اليوم برياني. صراحة يعني زي ما أقول لك مشتهيه من زمان، ولكن بوريك الطريقة اللي أحب أسوي البرياني به دايم. طبعا عندي هنا دجاج مقطع تقريبا 8 قطع وعلى حسب حجم الدجاج. فبتبل الدجاج هنا قبل يدخل التبريد، وكل ما زاد الوقت التبريد كل ما كان أفضل. فبضيف بصل مكرمل، طبعا هذا سويته أنا قبل، وبضيف عليه زيت زيتون سبايسي، هذا سويته أنا قبل. له طريقة الصراحة، وحتى طريقته سهلة، مهي بصعب يعني. وبضيف عليه اللي هو المكون الأساسي وأهم شيء عندي اللي هو مخلل كادو مانجا. اليوم يوم أصور مخلل المانجا، طبعا هو يجي نوعين، مخلل كادو مانجا وفيه اللي يجي ناعم. طبعا هذا يجي فيه قطع مثل ما انت شايف زي كذا يعني. هذه تعطي البرياني طعم يعني لا يوصف الصراحة. بضيف لي تقريبا منه تقريبا يعني ملعقة ونص تقريبا. بضيف من معجون البرياني، معجون التوابل البرياني. للأمانة هذا أول مرة أجربه، بس يعني واضح إنه رهيب. ثم بضيف عليه من حليب جوز الهند. بخلط المكونات هذه كلها على بعض تدخل التبريد. مهم ان التتبيله او ان الدجاج يتشرب مره من الطعم. البصل هذا يمكن تلاحظ كمية كثيرة، فما راح استخدمه كله للطبخ، بطلع شوي جزء منه، ومهم انه يكون متكرمل باللون هذا. فالكمية هذه راح احتاجها بعد شوي، واكفي بالكمية الموجودة. الصراحة المكون المهم جدا عندي معجون الثوم والزنجبيل، فبضيف الحين شوي منه. بضيف شوي من معجون التوابل البرياني. ثم بضيف شوي كزبرة، شوية نعناع، والشيء المهم اللي هو ورق الكاري. يعني من غير العودان أضيفه. وتشم الروائح العطرية الموجودة، شيء تبارك الله. خلاص الحين عندي التكشيم مرة جاهز. بنزل الحين عليه الدجاج بعد ما طلعت من الثلاجة. لو تلاحظ اني لحد الحين ما اضفت ملح، لأن المخلل فيه نسبة ملوحة، فأوازن الملح بآخر شيء. بس بضيف عليه بهارات برياني. خلاص وأقصر عليه على نار هادية. شوي اللي هو حليب جوز الهند، بس كذا كافي. عندي الكاجو
المفترض اني اضفته من قبل، فعد انا طحنته وبضيفه شوي مع طبخ الدجاج. لو تلاحظ الماء هذا كله ترى انا ما اضفت ماء الا شوي من حليب جوز الهند. طيب الحين شبه جاهز معي، بس لقى الرز علشان اكمل خطوات البرياني. قرب الحين الدجاج بيخلص، بس لقى الحين الرز. طبعا سلقته بماء وملح وهيل والقرنفل، او يسميه البعض من العويدي او يسميه، فبسلقه علشان اضيف الطبقات البرياني. سوي الحين طبقات الرز ثم الدجاج اللي سويناه. اذا عندي الرز اللي سلقته ينزل تقريبا قاعدة تحت، ثم الدجاج اللي سويناه بالبداية، رشة الكزبرة، رش بسيط مرة يعني من النعناع، واهم شيء اللي هو البصل اللي كرملناه بالبداية. توزيع بالشكل هذا. الطبقة هذه جاهزة. أكرر الحين الطبقات إلين يعني تخلص الكمية اللي عندي. هذا تختيمة الرز من فوق، أضفت له شوي لون طعام على حسب ما تراب. أنا أضفت اللون البرتقالي وأخضر وأحمر.